السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناتي قناة نجاة ومنال. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الدرس المغلف. تبعوا معايا باش تفهموا الطريقه. بسم الله. كنثبتوا الخيط في الثوب ديالنا كما كتشوفوا هنا. انا ثبت الثوب على الوساده باستعمال شوكات، ومن الاحسن كمبتدئات نبلوا الثوب بالخيط باش يجيكم سهل في الخدمه ما يعذبكمش. كما كتشوفوا هنا انا ثبت الخيط بحال هكذا. كنتمنى يكون واضح. كندورو 2 مرات، كنجبدو الخيط، كنزيرو بهاد الصبعان بحال هاد الشكل، كنخشيو الابره في وسط هذيك الدائره وكنجبدو لهنا بحال هكذا. دابا كنضربو الضربه الثالثه في الثوب بحال هكذا. كنعاودو نفس الطريقه، كنلويو 2 لويات على الابره وكنجبدو الخيط وكنكونوا موجدين باش نزيرو الخدمه. دابا غنجي هنايا راه عندي هنا واحد العوينه في الراس ديال السنينه الاولى، كنخشي الابره وكندور عليها 2 مرات كذلك وكنجبد الخيط ديالي. هذا الضرس ديال 2 كما كتشوفوا. ما كنوليش ننزل فيه. هنايا كندور الخيط عندي لهنا، غادي نبعد باش يبان لكم كما كتشوفوا بحال هكذا، وكندخل الابره في هذه الغريزه هذه الاولى وكنبقى نحبك في وسط هذه الدائره بحال هكذا. كندير الحبكه 1 2 وكنزيرو دائما 3 4. 4 الحبكات كافيين في الضرس ديال 2 بحال هذا الشكل، وكنثبتو الخدمه ديالنا بحال هكذا. هذا هو الضرس المغلف كما كتشوفوا هانتوما. ودابا غادي نكمل بنفس الطريقه، تبعوا معايا. الطريقه سهله والدرس كيجي زوين كما شفتوا في الصوره المصغره. صافي دابا غادي ندير الحبكه، نحبك على داك الضرس ديال 2 بحال هذا الشكل. ما تنساوش البنات جمل الفيديو الى عجبكم، والاشتراك بالنسبه للبنات اللي مازالين عفوا لاول مره كيزوروا القناه. صافي كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنساليو الخدمه ديالنا.
وفي هذا الدرس من الاحسن ما يكونش الخيط مبروم بزاف. تقدروا ديروه في درس يكون كبير، مثلا في الدرس ديال 3 وتغلفوه كذلك. بحال هذا الشكل كما كتشوفوا الدرس ديالنا. ودابا غادي نكمل ونوريكم الشكل النهائي. كما شفتوا معايا هذه الطريقه ديال الدرس المغلف، خدمتها لكم بهذا اللون الفاتح باش تبان لكم. انا هنا كان سبق لي خدمتها في هذه الجلابه باللون الاسود، ونظرا لان اللون الاسود ما غاديش يبان لكم في الخدمه فضلت باش نخدموا لكم بهذا اللون الفاتح. كما كتشوفوا كيجي زوين هكذا في الكمام، وكيجي كذلك في الجناب ديال الخدمه. هذه جلابتي غادي نوريها لكم. كما كتشوفوا هنا خدمت هذه الخدمه بالراندا كما كتشوفوا، ودرت لها في الجناب هذا الضرس المغلف كيجي زوين هكذا في الجناب ديال الخدمه، وكيجي كذلك في القب بحال هذا الشكل. هذا القب كما كتشوفوا. الصراحه كيجي زوين خصوصا في الخياطه اللي كتكون هكذا خفيفه الخياطه ديال المشطه اللي كتكون غير داكشي سامبل. كتجي الضرس زوين، كيجي هاد الضرس خفيف وزوين. نتمنى يكون الدرس ديال اليوم نال اعجابكم. ما تنساوش جيم الفيديو الى عجبكم، والاشتراك للناس الجداد اللي كيشوفوا القناه ديالي. وشكرا لكم بزاف، وبسلام عليكم حتى لشي فيديو ان شاء الله.